شاب في المنيا رايح يشتري هدوم مع واحد صاحبه، قابله عربية تين شوكي، حبوا ان هما يشتروا منها. اختلفوا على السعر، راح صاحب عربية التين الشوكي قتله. تعال اقول لك ايه اللي حصل. اخو المتوفي بيحكي، وده من المنيا. بيقول ان اخوه الله يرحمه كان رايح يشتري هدوم مع واحد صاحبه، قابلوا عربية تين شوكي، حبوا ان هما يشتروا منها فاختلفوا على السعر مع الراجل صاحب العربية بتاعة التين الشوكي. راح الراجل دوت راح شتمه كنوع من انواع المنظرة قدام البنات اللي كانوا واقفين عند عربية التين الشوكي. طبعا اخو المتوفي بيحكي وقال ان اخوه طبعا اتضايق من الموقف دوت، شد مع الراجل صاحب عربية التين الشوكي. راح الراجل بتاع عربية التين الشوكي دوت راح قتله. حاجة غريبة جدا، اختلفوا على السعر ليه تتمنظر قدام الناس، ولكن في النهاية الشاب توفى. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنة. الشرطة كالعادة اتدخلت فورا وقبضوا على الراجل دوت، وجاري التحقيق معاه. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا ايه اللي يخلي واحد بتاع تين شوكي بسيط يقتل واحد بسبب اختلاف على السعر، وايه انسب جزاء للمجرم ده؟